ازيكم؟ ايه الاخبار؟ اسمعني كده. لو قلت لك ان في باب قدامك ممكن يوديك لعالم تاني، هتصدقني؟ اكيد لا طبعا. هتقول دي خرافات واوهام. بس استنى شوية. الباب اللي شفته دلوقتي ده مش مجرد رسمة، ده تحدي لعقلك، وكأني بقول لك وريني هتصدق ايه، عينيك ولا مخك. ركز بقى، لان الرحلة دي مليانة ضحك وابداع وحبة جنان. لسه بتسأل نفسك هو اللي انا شفته ده حقيقي ولا الرسام ده عاوز يشتغلني وخلاص؟ طب يلا بينا مع بعض نفك الشفرة بتاع الباب العجيب ده ونحل اللغز مع بعض. خليني أطرح سؤال ممكن يكون بيدور في ذهنك وعايز له إجابة. هو إزاي الخدع البصرية بتشتغل؟ الخدع البصرية هي فن بيعمل جيم على دماغك. يعني اللي انت بتشوفه مش دايما الحقيقة، لكن الرسام الشاطر هو اللي بيقدر يستخدم الزوايا والظلال بطريقة تخليك تصدق العكس فعلا. في لوحة النهاردة أنا ركزت جدا على التفاصيل زي الظل والزوايا، وده اللي خلى الباب يبان وكأنه طاير من الورقة أو فعلا واقف على الورقة قدامك. حاجة كده تحس إنها من أفلام الخيال العلمي. طب ممكن تيجي تقول لي هو الباب ده بيتفتح؟ يعني ممكن يفتح ويقفل؟ أصل أنا لما شفته بصراحة أنا شفته حقيقي. خليني أقول لك حاجة. أكيد لما شفته فكرت اللحظة إنك تمد إيدك وتحاول تفتح الباب، صح؟ ما تقلقش، كلنا وقعنا في نفس الفخ. الباب ده شكله بيقول لك جربني يا عم، لكن الحقيقة انك لو حاولت هتلاقي نفسك بتخبط في الورقة. تفتكر لو الباب ده بجد وحقيقي كان هيوديك لفين؟ لعالم ساحر مليان مغامرات، ولا ببساطة على اوضتك اللي بقالها اسبوع مستنية تتوضب وبتقابلك بالكراكيب كل يوم؟ خليني بقى دلوقتي اوضح لك الابعاد بتاعة الرسمة علشان تعمل زيها واحسن كمان. يلا جرب، مستني ايه؟ جرب بنفسك دلوقتي. قوم هات قلم وورقة وخد الابعاد من على الرسمة وجرب بنفسك وشوف الوهم البصري على ارض الواقع. عايزين بقى نوضح الرسمة عشان تبان معانا اكتر ويبان الجمال اللي فيها. بنجيب القلم الفور بي زي ما انتم شايفين، وبنعيد تاني على الخطوط اللي احنا عملناها وكانت خفيفة علشان الرسمة تبان معانا بشكل أوضح. طيب إيه هي الرسالة اللي الباب العجيب ده عايز يوصلها لنا؟ الباب ده مش مجرد رسم على ورقة، ده أكتر من كده بكتير. الباب المفتوح دايما كان رمز للحاجات اللي لسه مستنينا، للفرص الجديدة اللي ممكن تغير حياتنا وتاخدنا لمكان مختلف تماما. أنا هنا ما اخترتش ارسم باب عادي وخلاص، هو رسم فكرة أعمق بكتير. الفكرة إننا نفتح مخنا ونبص للدنيا من زوايا جديدة، زوايا إحنا ممكن نكون عمرنا ما لاحظناها قبل كده. تحس كده بعد الرسمة إن الباب بيقولك امسك المقبض بتاعي وافتحني، جرب تعدي من خلالي وشوف العالم بشكل مختلف. يمكن تلاقي وراه فرصة عمرك، أو يمكن يخليك تفكر مرتين في الحاجات اللي حواليك. الرسمة دي بتعلمنا إن الإبداع مش مجرد موهبة، لكن ممكن يبقى وسيلة بتخلينا نكتشف الحاجات اللي كنا فاكرينها بسيطة ونلاقي فيها معنى أعمق وأجمل. لما تبص للباب ده افتكر إنك لو بصيت لأي حاجة من زاوية جديدة ممكن تلاقي فيها جمال مختلف، تفاصيل كنت دايما بتغفل عنها، وحاجات بتخليك تقدرها أكتر. مش كل حاجة حوالينا لازم تبقى زي ما هي. أوقات بسيطة زي تغيير طريقة تفكيرك ممكن يفتح لك باب لعالم جديد تماما. ودلوقتي خلينا نتكلم شوية عن اللي عامل الشغل كله في الرسمة دي، الظل والنور. أيوة، الظل والنور هنا مش مجرد إضافات، ده هم أبطال القصة اللي بيخلوا الباب ده يظهر كأنه طالع من الورقة وواقف فعلا على الورقة وبيقولك أنا حقيقي، جربني، افتح يلا وادخل. الظل ده بقى شغلانة كبيرة، مش مجرد لون غامق وخلاص. هنا وانت بترسم لازم تلعبها صح جدا. حط الظلال في الأماكن المظبوطة علشان يديك الإحساس إن الباب ليه عمق، وإن فعلا الشكل اللي قدامك ده مجسم واقف كده على الورقة. وطبعا النور لعب دور كبير جدا هنا عشان يحدد الحواف ويخلي الرسمة دي تضرب في مخك وتخليك تقول ازاي ده يا ناس بس رسم. تخيل كده لو انا كنت برسم في الظلال ديت وخبصت في الظلال، يعني ايه كروتها بمعنى اصح، كان الباب هيبان زي كرتون مرسوم. لكن لا، الظل هنا جه زي مهندس معماري، كل زاوية في مكانها، كل خط محسوب، والنتيجة خدعة بصرية تخليك عايز تمد ايدك فعلا وتفتح الباب. شفتوا دلوقتي أهمية الظل والنور وتأثيرهم على الرسم بيعمل إيه بالظبط؟ وزي ما انتوا شايفين دي الأداة اللي احنا هندمج بيها الرصاص مع بعضه علشان الظل يبان معانا بانسيابية وما يبقاش فيه تقطيع وما يبقاش فيه خطوط واضحة بعد التظليل. هنسحب واحدة من العلبة ونشتغل بيها بشكل عملي وندمج الرصاص اللي احنا عملناه في التظليل. ويستحسن أو من الأفضل إنك تشتغل يكون في اتجاه واحد، ما تبقاش حركات عشوائية. وعلى فكرة التظليل ده شبه الماجيك في الرسم، بيحول الرسمة من مسطحة لثلاثية الأبعاد. أنا هنا استعملت تقنية ال 3D زي الساحر كده اللي بيقولك ركز في إيدي وهوبا الباب بقى حقيقي قدامك. يعني باختصار الظل والنور ده هما اللي شايلين الرسمة دي على كتافهم،
مش هتقدر تبطل تبص وتقول عليها ازاي ده مش باب حقيقي يا ناس. جه بطل جديد وهو القلم الاسود اللي في الماستر. القلم الاسود في الالوان في الماستر دايما بيكون البطل اللي بيلم الرسمه وبيوحد شكلها فعلا. ليه بقى؟ لانه بيعمل تحديد قوي جدا لكل التفاصيل وبيبرزها وبيبينها بشكل يخلي الرسم اكتر وضوح وواقعيه. لما تيجي تستخدم القلم الاسود فكر فيه كانه الخط الاخير اللي بيدي رسالتك للرسم. لو عندك خطوط باهته او مش باينه او في تداخل ما بينهم، القلم ده بيجي بيقولك استنوا انا هرتب الدنيا دي هنا. بيحدد الحواف وبيبرز الزوايا وبيخلي العين تركز على التفاصيل المهمة في الرسمة. كمان الأسود ليه هيبة كده، هو اللون اللي بيقول إن الشغل بقى جد خلاص. مهما كانت ألوانك زاهية أو باهتة، بمجرد ما تضيف التحديد بالأسود الرسمة كلها بتقف على رجليها وكأنك بتديها حياة جديدة. الخطوة اللي احنا هنعملها دلوقتي دي مهمة جدا. هشد خط مستقيم يقسم اللوحة من النص. الخط ده هو سر اللعبة كلها، هو اللي هيخليني أظبط التفاصيل وأخلي كل حاجة تطلع متناسقة. ده مش مجرد خط عادي، ده زي خريطة الطريق اللي هتودينا للعرض النهائي. وبعد كده أبدأ أفرغ الرسمة بعناية. وهنا يا جماعة السحر الحقيقي بيحصل. كل خطوة هتاخدنا أقرب وأقرب للشكل النهائي اللي هيبهر الكل. جاهزين تشوفوا اللوحة وهي بتتحول قدامكم؟ خلونا نبدأ ونخلي النتيجة تستاهل الانتظار. التفريغ ده هو اللحظة اللي بتبدأ فيها اللوحة تاخد شكلها الحقيقي، وكأنك بتنحت تمثال. كل ما تقص أو تفرغ جزء الصورة بتوضح أكتر وأكتر. التفاصيل الصغيرة في المرحلة دي هي اللي بتفرق بين رسمة عادية وتحفة فنية. أنا هنا شغال بدقة وتركيز ليه؟ علشان لما يجي وقت العرض النهائي تكون كل خطوطي واضحة وكل زاوية مظبوطة على الآخر. دي المرحلة اللي بتحدد إذا كان شغلك هيلمع ولا لأ، فما فيش مجال للخطأ. دلوقتي اللوحة بقت شبه جاهزة، التفاصيل ظهرت والكل هيشوف الفكرة وهي بتتحول من خطوط بسيطة لتحفة فنية كاملة. استعدوا، اللحظة اللي هنكشف فيها عن الرسمة قربت جدا. يا ترى توقعاتكم هتكون زي اللي هتشوفوه ولا هتتفاجئوا؟ خلونا نكمل ونستعد للعرض اللي هيبهر الكل. ودي اللحظة اللي كلكم مستنيينها. خلوني أكشف لكم عن التحفة الفنية النهائية. بعد كل الخطوط اللي اتشدت والظلال اللي اتوزعت والتفاصيل اللي اتظبطت بحب، أخيرا الرسمة بتظهر بشكلها الكامل. شوفوا ازاي الأبعاد اتجمعت والخطوط اتحدت والخيال بقى حقيقة قدامكم. بصوا للرسمة من كل زاوية وخدوا لحظة تفكروا فيها ازاي شوية خطوط وألوان ظلال قدروا يخلقوا حاجة بالحجم ده من الإبداع. دلوقتي أقدر أقول إن اللوحة جاهزة تبهر أي عين تتفرج عليها. لو عجبتك التجربة والرسمة اعمل لايك للفيديو